عالسلامة ومرحبا بكم في روسيت جديدة ووصفة جديدة اللي هي الشكشوكة النابلية. أنا اليوم مش نتشارك معكم طريقتي، فما برشا طرق للشكشوكة النابلية، إن شاء الله الطريقة تعجبكم وتجربوها وتجيكم بنينة. شوفوا هذه المشهد متاعها النهائي. بالأخص توا الطقس سخون وماذا بينا يعني حويجة هكي خفلف ما تاخوش منا برشا وقت. أنا ما بين تحضير وما بين تطيب خذيت لي تقريبا ساعة. شوفوا هوني كيفاش المكونات الكل طيبين في حقهم. البطاطا ماهيش ما تحلتش، كعيبات المرقاس قعدوا كيما هما. نتعداو للوصفة عنا 400 غرام مرقاس بقري، عندي كعيبتين بطاطا مقطعين تسمى خشان يعني به، عنا قرين فلفل هذا قرن يعني تسمى كبير، سينو تجمو تستعملوا زوز قرون، انا نستعمل الساحلي خاطر عندي صغيرات، تجمو تستعملوا المسكي. مغرفة ماكلة ثوم مرحي، زوز ملاعق اكل طماطم معجونة، و4 كعبات طماطم متوسطين الحجم مرحيين. بالنسبة للفاحات عندي زوز مغارف قهوة فلفل الاحمر، عندي مغرفة صغيرة ملح، عندي شطر مغرفة صغيرة فلفل اكحل، عندي مغرفة قهوة كركم، ومغرفة ونص قهوة تبلو كروية، عندي زوز ملاعق اكل مع بنوس مقطع، وفي وكأن مرحلة أخيرة 4 بيضات. تجمو تحطوا العدد اللي تحبوا عليه. وهوني في الطنجرة متاعي حطيت 150 مليلتر زيت نباتي، تجمو بيان سور تستعملوا زيت زيتونة، هذا يرجع لكم به. هوني بعد ما سخنت الزيت مش نحط البطاطا متاعي تتشمع، باش نحركها بالباهي، راهي النار عندي قوية. به مش نضيف توا الكمية متاع المرقاس ونحركهم بالباهي. بعد ما يتقلى المرقاس نرجع لكم. شوفوا هوني راهي النار عندي قوية. هوني خليت المرقاز تقلى عندي تقريبا 3-4 دقايق. من بعد مش نضيف كمية التوابل اللي ذكرتها لكم الساعيكة، هي والمغرفة ماكلة متاع الثوم المفروم. اذا مش تستعملوا يعني سنانات متاع ثوم، تعملوا ما بين 4 و5 كعبات. كيف نشموا ريحة الثوم طلعت، هوني ضعفت الغاز باش اللفاحات متاعي ما تتحرقش. حاجتي جوست باش نبرز النكهة متاع اللفاحات متاعي. يعني الحكاية الكل ما بين 20 و30 ثانية. وبعد ضفت كمية الطماطم الكعب وكمية الطماطم المعجونة. راهو كمية الطماطم المعجونة تجمو تحلوها على شيرة في شوية ما سخون ولا ما بارد كيما تحبوا، ومن بعد تضيفوها. انا هوني حطيتها ديريكتومون ومش نضيف الماء يغلي. انا راني في العادة ديما ما نمرقش بماء بارد، اولا باش ما نوقفش الكويسون، ثانيا كي تمرق بالماء البارد تجي الماكلة نوعا ما ماسطة ما تجيش بنينة. كخطوة انا ما فكرتهاش السعيكة، مش تشوفوني هوني حطيت شطر مغرفة قهوة متاع سكر. علاش حطيت الشطر مغرفة قهوة متاع سكر؟ باش نحي الحموضة متاع الطماطم، هو يعاوني نوعا ما باش يعني الطماطم ما تقعدش قارصة. شوفوا هوني راه شطر مغرفة قهوة، المغرفة متاعي صغيرونة شوية. انا مش نقعد مرتين نضيف في الماء، ما بين المرة والمرة 5 دقايق. هوني مش نحط كمية الفلفل، نعمل تحريكة هكايا صغيرة.
فما راهو شكون يحط الفلفل قرون يعني ياخو مسكي ولا حلو ولا حتى الحار البقلوطي، فما زيدا شكون يحط فيها الهريسة، فما شكون يحط الهروس. انا بحكم خاطر عندي صغيرات ديما نستعمل فلفل احمر حلو، ونستعمل الفلفل الاخضر زيدا الحلو، ما نستعملش الحر. هوني بعد مرور 5 دقايق والفلفل طاب، مش نضيف المعدنوس. المعدنوس يسيب بنا في المرق متاعنا. شوفوا هوني البطاطا كيفاش عملت فيها السكينة راهي طابت. مش نضيف المعدنوس، مش نفضل كمية صغيرة برك للزينة، ومش نعاود نحرك ونحط الخطا، ونحط المعدنوس يزيد يغلي في المرق مدة 2 دقايق. ما نحبوش يعني حي المعدنوس. به بعد مرور 2 دقايق عندي ال4 بيضات، مش نصبهم بالبيضة بالبيضة ونعاود نغطي عليهم 3 دقايق. انا العظم متاعي نحبه مروب، 3 دقايق سيبون يطيب. اذا كان تحبوا العظم متاعكم يعني يابس حطوه 5 دقايق. شوفوا هوني راهم العظيمات مروبين. هذه الوصفة متاعنا جاهزة، شوفوها كيف في طبق التقديم. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم، ودعموني باللايك والسابوني والكومنتير.